سريعا كده علشان نتكلم عن آم، الفيلم، وهم لما شافوه ايه رأيهم عنه من ناحية الدوبلاج ومن ناحية القصة طبعا. وزي ما قلت لكم ممكن الصوت يبقى مش أظرف حاجة، بس احنا مع بعض وهنسمع، وانا حاولت على قد ما اقدر اظبط الصوت. فيلا نبدأ كده مع بعض، ويا ريت اي حد هيسمع صوته هنا في التسجيل يكتب لنا انا ده يا جماعة عشان نعرف، يعني مش كله قايل الاسماء بتاعته. بالنسبة لي لو قيمه هيبقى 8 من 10. ماشي. هو عجبني عشان كوميدي عادة بتضحك جدا صراحة. في شطارة الكتابة. التسويق المصرية واختيار الأسامي خراشي وسماح مش عايزين نحرق. بس هو تمام، يعني فيلم تحفة جدا وبيضحك جدا جدا جدا. هو مش زي الأفلام الأجزاء اللي فاتت، بس تحفة حلو، يعني حلو جدا. طيب ترتيبه كام في الخمس أجزاء بالنسبة لي؟ في الخمس أجزاء أول 3 أجزاء أحسن، وبعد كده بعد كده الجزء الرابع آخر حاجة، صح؟ صح. ماشي. لا حابة تقولي يعني تانية؟ عشان مبسوطة بس إن إحنا التيم كلنا كنا مع بعض كده، فصراحة اليوم كان جميل حلو. مساء الخير، ازيك يا هلا؟ الحمد لله. ممكن رأيك على الفيلم؟ الفيلم كان تحفة، الشخصيات كلهم كانوا جمال. أكتر شخصية عجبتني جيسي طبعا، هي كانت البطلة بتاعت الفيلم، ودي برضه ظهوره كان حلو. أكتر حاجة برضه كانت حلوة فكرة الفيلم، يعني الصحاب. الصحاب اللي كان بيخلونا نغير رأينا، نغير في أفكارنا، نبعد عن حياتنا عشان مجرد رأي الناس وكده. وبوني عرفت يعني بقت شخصية كويسة في الآخر لما فهمت نفسها أكتر. طيب تقييم كام للفيلم؟ 4. طيب ترتيبين كام في الخمس أفلام؟ الأول وبعدين الثاني والثالث وبعد كده الخامس وبعد كده الرابع. شكرا. مساء الخير يا كريمة. سلام. ممكن رأيك عن الفيلم؟ هو الفيلم جميل ما شاء الله، والأصوات حلوة، والدبلجة كانت غير الدبلجة بتاعت الأجزاء اللي فاتت. أكتر حاجة كانت حلوة لما البازات كلهم وقع على مش عايزين نحرق. بس ماشي. كل واحد بقى يرجع يلعب بلعبة تاني. وحاسة إن الفيلم واقعي قوي، لما التكنولوجيا بتدخل حياتنا احنا بنبعد عن أصحابنا واللعب وكده. ماشي. طيب تقييم كام للفيلم؟ لا صراحة الفيلم كان تحفة، يعني 9 من 10 8 من 10 حاجة. طيب ترتيبه كام في الأفلام؟ الثالث أو الرابع ما بين الأجزاء. تمام. حابة تقولي أي حاجة؟ في أي حاجة تانية؟ لا. شكرا. مساء الخير يا شفاء. الحمد لله. الفيلم عجبك؟ ايه رأيك في الفيلم؟ الفيلم حلو، بس كان هيبقى أحلى لو كان من غير حرق بس. كان هيبقى أحلى لو رودي وبقية اللعب ومدام بطاطس وكده ليهم دور مهم. دور أكبر. ماشي. تدي الفيلم كام من 10؟ 8.5. ماشي. ليه هو ترتيبه بالنسبة لك؟ الرابع. يعني أنت بالنسبة لك الجزء الرابع هو أقل جزء فيه. ازيك يا جو؟ حبيبي عامل ايه الاخبار؟ مثير الجدل بتاعنا في الجروب. شرف ليا والله. اتفضل يا باشا، دمر طفولتنا. ايه رايك في الفيلم؟ لا دمر طفولتنا دي انا شخصيا اللي اتدمرت الصراحه، تقريبا اللي بعمله في ناس طلع عليا. ما انا برضه اجلت رايي في الاخر عشان كده. طيب هو عامه الفيلم مش بنفس درجه السوء بتاعت الجزء الاول، بتاعت الجزء الرابع، انا اسف. يعني الجزء الرابع تقريبا لحد دلوقتي هو ستيل لسه اسوأ جزء فيهم. ماشي ممكن اقول الجزء يعني يعدي، بس يعني لولا لولا الاجندات بجد، يعني كان ممكن شويه يعدي، على الرغم ان برضو القصه برضو بتاعت الفيلم نفسها برضو مش اقوى حاجه. ايوه. طيب بتدي الفيلم كام كتقييم من غير اجنده، لو ما كانش فيه الاجنده دي وكده بشكله الحالي؟ لو ما كانش بالاجنده ممكن اديله مثلا 6 من 10. هو بالاجنده 3 من 10. ما يعديش 2. لا مش هيعدي. شكرا يا جوزيف. وهنختم مع اسلام. حابين كلنا طبعا نشكره على مجهوده الرائع في التجميع الحلوه دي. الراجل تعب معنا جدا وخدنا خناق كتير وجدال، بس الحمد لله يعني الموضوع ظبط. واليوم كان حلو صح؟ لا اليوم كان حلو جدا بصراحه، انا اتبسطت انا كنت معاكم النهارده، وبتمنى ان انتوا تكونوا برضه اتبسطتوا، ويا رب نكررها في افلام جايه تانية ان شاء الله باذن الله. وفي فيلم مقطوط زعبوط هينزل شهر 11 جمع فيه باذن الله ان شاء الله. ايه رايك عن الفيلم؟
باختصار شديد. باختصار شديد بصراحة أنا ما حسيتش إن هو الواو زي بقية الأفلام بصراحة. وبرضو شايف إن هو الجزء الثالث يعتبر هو الختامي بتاع سلسلة حكاية لعبة. الجزء الرابع والجزء الخامس تحس إن هم برضو ضافوا حاجات أو زودوا حاجات، وفي نفس الوقت يعني عمل قصة كده إحنا ما كناش يعني مجبرين إن إحنا نشوفها يعني. بس في المقبل الفيلم حلو بصراحة، يعني هتبقى مبسوط برضو وأنت بتتفرج عليه. هو فعلا الفيلم فيه حاجات كتير مش احسن حاجه، بس في المجمل يعني حوار الدبلاج نفسه هو اللي معلي الفيلم. الدبلاج هو اللي بصراحة هو اللي حل الفيلم حرفيا يعني. مش الاصوات بس، الكتابه. لا الكتابة تحفة بصراحة. إخراج الحوار كمان برضو صلاح أحمد مختار بصراحة كان يعني كان لا الاثنين كان أداؤهم عالي بصراحة. خلى حتى الممثلين يعني أداؤهم حلو بصراحة. عجبني الفيلم. ماشي، شكرا يا اسلام. مستنيين المداخله بتاعتك بقى ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله عشان نستفيد في الرأي. شكرا. السلام عليكم. ايه رايك في الفيلم؟ فيلم جميل بيناقش ان الالعاب او الالعاب الالكترونيه بالتحديد تسرق مننا حياتنا الواقعيه، الواحد محبوس جوه عكس. وكمان لو في صداقه الكترونيه بتبقى مش صداقه حقيقيه. ايوه. بتبقى مؤذيه نفسيا. الصداقه الحقيقيه اللي بتكون قائمه على مشاركه. لازم نوازن ما بين التكنولوجيا هو ده رساله الفيلم انصح يعني دي يعني محدش هيعرف الا لما يشوفها. الترتيبه معموله اكيد. تديله كم من 10؟ هو كان كوميدي اكتر من انه يعني كان حلو اكتر من شاف شويه كوميديا فيه اكتر من موقف الاحداث. هو 7. تمام. بالنسبه لك ترتيب مركز كام في الخمس افلام؟ بالنسبه لي افضل جزء اول جزء وثاني اكيد بس هو احسن شويه من التالت. ماشي. طبعا لسه فاضل حته صغيره في اللقاء هنكمل. سعادة مساء. ايه رايك في الفيلم يا سعد؟ لا هو الفيلم كويس. كده طبعا نوازن ما بين التكنولوجيا والحياة اليومية في الرياضيات وكل حاجة، لأن دوت بيخلي يومنا يبقى ليه فايدة أكتر طبعا. هو بيخلينا اللي هو يومنا لازم يبقى يعني نوازن ما بين التكنولوجيا والحاجات ده. ايوه. تقييمك كام للفيلم؟ يعني 8.5 من 10. اكتر فيلم عجبك في السلسله؟ هو ممكن يكون الجزء الثاني هو الأفضل. ماشي. عايز تقول اي حاجه ثانيه؟ لا شكرا. ماشي. الحمد لله. ممكن رايك في الفيلم؟ الفيلم حلو قوي كوميدي، بس الصراحه هو من ساعه الجزء الثالث وخلاص بقى. بقى اكتر حاجه ضايقتني ان صوت جيسي اتغير. ماشي. وكمان كان الفيلم هيبقى احلى لو بقيت اللعب كلهم اللي هو استاذ بطاطس وكده كانوا متفاعلين اكتر من كده. البازار الجديد الحاجات الكتيره دي اللعبه اللي هي من غير حرق دي شفناها في الاعلان. ايوه مالهاش لازمه. ماشي. حابه تقولي حاجه تانية؟ طيب في الفيلم كام من 10؟ 7.5. بالنسبه لك احلى افلام هم اول ثلاثه صح؟ بعد كده مين احلى بقى، الرابع ولا الخامس؟ الخامس طبعا. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا باسم؟ اهلا وسهلا. ممكن رايك في الفيلم؟ الفيلم صراحة جميل جدا يعني. فيلم رجعني للجزء الثاني تمام اللي اتفرجت عليه. رجعني للبنت اللي هي الصغيرة واللي كانت الجزء اللي هي لو هي ايميلي بس من غير جيسي دي وجيسي برضه يعني هي الصراحة القصة دي عبارة ان هي بتتكلم عن جيسي واللي هي الشخصية الرئيسية اصلا جيسي. تدي فيلم كام من 10؟ دول 9 طبعا. دول 9 هو فيلم جميل جدا يعني. كل جزء شكرا. طيب ده كان التقرير بتاع السينما، ولكن محمد حب ان هو يقول رأيه في الاخر. والله كنت احب يا محمد ان انت تطلع لايف، بس انت بعدت التسجيل خلاص، فهنسمع رأي محمد مصطفى في الفيلم بعد ما شافه النهارده طازه يعني في السينما، وهرجع لكم بقى تاني عشان نتكلم مع بعض. ختاما انا كنت عاوز اقول رأيي يعني في الفيلم، بس حاسس ان هو هيبقى صادم جدا بالنسبه لناس كتير، وان الفيلم ما عجبنيش خالص. انا حكيت وجهه نظر الاسلام ممكن يشرحها اكتر في المداخله. الفيلم الصراحه ما عجبنيش خالص. يمكن تقييمي ليه ما يعديش 2 من 10 من كميه الاجنده اللي ديزني حطها فيه بشكل مش طبيعي. الحاجه الوحيده اللي بسطتني في الفيلم وعلت من الفيلم جدا هي كتابه الدوبلاج. الاستاذ عمرو حسني عامل شغل جبار بجد. الكتابه بتاعت الدوبلاج رهيبه، ضحكتنا كلنا في السينما جدا. غير كده بجد كان الموضوع سيء جدا يعني.
يعني القصه كان ممكن تبقى احلى من كده بكتير لو كانت من غير اجنده. دي حاجه. تاني حاجه، في اصوات كتير ما كانتش لايقه على الشخصيه خالص، زي صوت ريكس. يعني صوت ريكس اللي هو اصلا مش الشخصيه الرئيسيه في الفيلم، بس حتى صوته مش لايق خالص على الشخصيه نهائي. وغير كده بجد الفيلم من غير كتابه الاستاذ عمرو حسني ما يسواش اي حاجه بجد. اما رايي الشخصي برضو ما انصحش بيه لاي مشاهده للاطفال بامانه، علشان الاجندات المخفيه واللي بقت منها جزء كمان صريح. يعني بالنسبه لي كانت الاجنده صريحه بشكل يضايق. يعني كنت مبسوط جدا في الاول، تمام، وعلشان كمان كتابة الدبلاج رائعة رائعة من الأستاذ عمرو حسني حقيقي، واختيار أسامي الشخصيات والنكت كانت تحفة. فكنت مبسوط لحد ما الأجندات بقت مباشرة جدا، فصلتني فصل بجد عن الفيلم. فبالتالي ما انصحش بيه للناس اللي بتخاف على أطفالها إن هي تتفرج على حاجة زي دي. ما انصحش بيه للأطفال بصراحة. وختاما أحب أشكر كل أسرة راديو ديزني بالمصري، وأحب أشكر سارة سالم وإسلام على مجهودهم الرائع معانا، ومن أسرة الراديو كلهم إخواتي بحب أشكرهم واحد واحد. وإن شاء الله تكون حلقة لذيذة جدا ونتبسط بيها كلنا. يلا، السلام عليكم. عاش والله العظيم يا محمد، مجهود كبير جدا، ومن اسلام طبعا على التنظيم الخطير. وطبعا هم هينزلوا الصور باذن الله بعد الحلقه، يعني انا مستنيه كله ينزل الصور. بس بصراحه كده واضح من كل الكلام ان الفيلم وحش جدا. فانا الصراحه جالي احباط. هو كله مقتنع ان هو الدوبلاج حلو جدا ككتابه، لكن الاصوات مش اقوى حاجه. طيب احنا بقى برضو هناخد رأي اسلام، لان اسلام صراحة دايما معظم الوقت آراءه قريبة من رأيي. انا لسه ما اتفرجتش على الفيلم الصراحة، يعني ما شفتوش. بس انا هيبقى معايا اسلام دلوقتي، هو ممكن برضو ينقل لنا رؤيته بشكل فني اكتر. ازيك يا اسلام؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا سارة؟ ايه الأخبار؟ تمام والله. بجد اعتقد ان كانت تجربة جميلة جدا، وانا بشكرك بجد على انك عملت المبادرة دي وتعبت فيها، وانك تجمع الناس وتحجز التذاكر. يعني مجهود كبير قوي قوي الصراحة. بصراحة أنا فعلا تعبت أوي في الموضوع ده. لا بس والله كله مبسوط، انا شايفة ان كله مبسوط. دي أهم حاجة بالنسبة لي بصراحة. وشوفي سبحان الله، يعني الواحد لما بينوي على حاجة برضو ربنا بيكرمه. يعني برضو الموضوع ده ما كانش برضو هيتم غير بفضل ربنا الأول، اكيد. ثم برضو يعني بصراحة بشكر برضو إدارة السينما اللي هو المدير هناك. صح. هو ساعدني في الموضوع. يعني انا عجبني ده جدا، انا عجبني جدا ان الراجل تعاون معاكوا وسمح لكم تختاروا الكراسي اللي انتوا عايزينها، وكأن القاعة كانت برايفت محجوزة ليكم انتوا بس. بصراحة ده حقيقي. ده حتى الناس اللي لسه عارفة الموضوع وعايزة تحجز وخلاص بكرة هنحضر، حاولت أكلمه بس كان للأسف الأماكن اللي هم اختاروها كانت اتاخدت. فاهم قصدي؟ بس هو حاول يشوف لي أماكن تانية أقعد فيها الناس وكده. حلو جدا. فالحمد لله إن إحنا يعني كنا برضو بنعمل الموضوع من بدري، من كام يوم يعني. صح. وإحنا بنجهز في الموضوع. احنا بقالنا كتير، انت بقالك تقريبا 10 ايام عامل الجروب وبتتناقشوا الاماكن، وكل واحد يجمع السينمات المتاحة. لا يعني الصراحة مجهود كبير جدا، وانا يعني مبسوطة قوي. وكان نفسي ابقى معاكم والله، بس ان شاء الله المرة الجاية. انا شايفاكم بتتفقوا من دلوقتي على فيلم موانا. بصراحة يعني أثناء ما احنا كنا مستنيين فيلم توي ستوري يتعرض، كان في إعلانات شغالة من ضمنهم فيلم موانا. حرفيا يا سارة أنا ما كنتش متوقع إن الفيلم شكله هيبقى جامد قوي كده. يعني أنا ما بحبش الأنيميشن. أنا هتكلم عن نفسي بصراحة، ما حبيتش الأنيميشن قوي. يعني شفته مرة بس، تمام. بس لا ثانية، موانا الجزء الأول ولا التاني؟ بصراحة التاني أنا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي عشان أحكم عليه. يعني أنت مش بتحب موانا؟ لا يعني بس اللي هو مش من النوع اللي احب اشوفه كذا مره. يعني فهمتك. انا شفته مره عجبني. طب ما يا ابني تكتب بوست اثار الجدل انت كمان. فانا لما عرفت ان هيتعمل منه لايف اكشن انا ما تحمستش. حتى لما شفت الصور او اللي هي اللقطات اللي من الاعلام ما تحمستش. حتى لما نزل الاعلام ما تحمستش. بس اول ما شفته في السينما او يمكن المؤثرات اللي كانت شغاله في السينما خلتني خبر ابيض ايه الجمال ده. يعني لقيته وقلت لنفسي ده موانا ده المفروض كان يتعمل لايف اكشن مش انيميشن حرفيا بصراحه. يا سلام بجد، اصلا شفت الاعلان ما حسيتش بانبهار، يعني الاعلان العادي. بس بصراحه انا انبهرت. انا
ما كنتش متوقع انه لذيذ قوي كده يعني. آه، انا متاكد ان اللي هيشوفه هيبقى مبسوط بيه بصراحه. قصدك بقى في السينما ممكن عشان ال 3 دي والمؤثرات وكده ممكن. ممكن يبقى ظريف بس يعني. الغريب ان انا قلت لنفسي ان هو حتى لو نزل او اتعمل له دبلجه مم. لا برضه ممكن اتفرج عليه مترجم. لا الا بقى لو كارمين لا سليمان اللايف هتغني اكشن فيه. مش ظريف في الدبلجه بصراحه مهما كان، ما بيبقاش صح. حلو يعني بصراحه، ده رايي يعني. طب وشفتوا التريلر اللي هو بتاع جاتو اللي هو القط الاسود ده ولا ما جاش؟ لا لا ما نزلش. ما كانش اتعرض يعني؟ هي كل الاعلانات كانت نازله مترجمه يعني مفيش اعلان مدبلج نزل. بس مم. فيلم اللي هو قط ابو طابوت ما نزلش الاعلان اوكي. بتاعت السينما. طيب انت بقى قول لنا رايك كده في التجربه بتاعه الفيلم والدبلجه وكل الكلام ده عشان برضو يعني نبقى عندنا فكره. تمام. بصي عشان برضه ابقى صريح معاكي مبدئيا، انا كنت حاطط ده على قلبي. مم. كنت خايف ان الفيلم ما يطلعش مدبلج. كنت فاكر خفت انه يطلع مترجم. اوكي عشان حصلت قبل كده مع ناس يعني. ايوه مم. حصلت قبل كده مع ناس، ايوه. مع اني اتاكدت من الراجل وقال لي لا هو مدبلج وكده، هو ميعاد واحد اللي هو اللي احنا حضرناه كده يعني مدبلج. مم. اول ما حد نطق يعني اللاين بتاع الدبلجه انا اطمنت بصراحه. اوكي. اطمنت بقى وبعدين بدات اتفرج على الفيلم. مم. انا اللي عايز اقوله عن الفيلم ان انا حسيت ان في حاجات اتضافت للفيلم او اتحطت للفيلم مش ملهاش لازمه. مم. يعني انا اتفرجت على الفيلم عشان اشوف الصراع ما بين التكنولوجيا اه وما بين الالعاب. طيب يعني مين مش ده هيكسب؟ اللاين الاساسي يعني ولا ده برضو اللاين الاساسي لا لا الموجود؟ لا ده لا انا بتكلم لا قصدك على لاين الدبلجه اللي في اول لا الفيلم. لا لا لاين القصه نفسه او مسار القصه الاساسي هو الصراع ما بين التكنولوجيا والالعاب صح كده ولا في حاجات هو تانية؟ لا بصي انا كنت فاكر ان هو الصراع اللي هو انا برضه هتكلم عن نفسي، انا اللي شفته مش الصراع اللي انا كنت فاكره. يعني اللي هو قلت هيأثر ازاي على نفسية الطفل، هيبقى عامل ازاي وكده مم. قدام. بس يعني انا ما حسيتهاش قوي بصراحة. حسيت موضوع اصل ليلي باد ظهورها ما كانش كتير قوي. انا فعلا افتكرتها تبقى رئيسية انا مش برضو فاكره فاهمة. كده. بس لقيتها مش ظاهرة قوي، يعني هي ظهورها مش اساسي خالص صراحة. سبحان الله. بكلمك بجد. فانا وفي نفس الوقت لما بيجيبوا ناس ماسكين تابلت او موبايل او كده اللي هو بيوريك يعني ان الناس منتبهه للحاجات دي وكده، فعاملينها زي لقطات لكن مش مركزين اوكي. تتاثر فيهم ازاي. يعني هو بس اوكي. بيعرضهم لك، بس بيعرض لك طب الاطفال اسلام دلوقتي عشان احنا غلطنا غلطه وحشه قوي دلوقتي إيه؟ عشان احنا قلنا انت مش بتحب موانا وموانا زعلت، موانا بنت محمد شعبان زعلت. لا لا ما أنا قلت وضح الموضوع. ما انا قلت انا غيرت رايي، انا عايز اتفرج على الفيلم لا لا هي افتكرت انها ان انت قصدك عليها هي عشان هي اسمها كده، فانت لا قول ما لها لا اقدرش. قول لها لا انا قصدي حاجة عليا. الكرتون. لا 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 ايوه مش انت يا موانا، لا انا لا بتكلم على موانا تانية. موانا اللي في الكرتون مش انت طبعا. موانا اللي في الكرتون يا موانا. لا ما اقدرش يا موانا. خلاص يا منى ما تزعليش. ما تزعليش حاجة عليا. طيب يعني انت بقى بتقول انه اصلا ما كانش تركيز قوي قوي على الحته دي، امال بقى التركيز كان على ايه؟ يعني علاقه الالعاب ببعض ولا مثلا ان هم خايفين؟ التركيز اكتر انا شايفه في جيسي، يعني جيسي. مركزين قوي في جيسي، تحس مم. انها بطلة الفيلم. اوكي. التركيز كله عليها. وباني اللي هي بقى ايه؟ وباني اللي هي بني اللي هي البنوته دي في تركيز برضو؟ لا لا مش قوي برضو. هو بس بيوريك بس ما يعني فكرة بقى ان عايزة تبقى تصاحب ناس جديدة والكلام ده، ما عندهاش اصحاب وكده. ومع ظهور التكنولوجيا بقت تعتبر من ضمن القلائل اللي هم بيستخدموا التكنولوجيا، وهي الوحيدة اللي بتمسك الالعاب او لسه بتلعب باللعب لحد دلوقتي. تستخدم خيالها مع كده. على سيرة الخيال صحيح، في الجزء ده بالذات يعني برضو زي ما في حاجات ما عجبتنيش في حاجات عجبتني. اوكي. لما الطفل بيدخل في عالم الخيال بتاعه، احنا شفنا في الجزء الاول والثاني والثالث بيبقى الموضوع عامل ازاي. والرابع كمان اعتقد، بس الجزء الخامس بالذات عاملينه على شكل الخيال انيميشن. مش 3 دي يعني. اللي هو 2 دي بصراحه. الفكره دي عجبتني جدا. حلو. استمتعت جدا بصراحه. طيب وانت كده التقييم العام للفيلم كام برضه قبل ما نتنقل للدبلجه بقى؟ تقييمي للفيلم انا كنت فاكره هيبقى احسن من الجزء الرابع، بس انا برضه هتكلم عن نفسي. انا شايفه بصراحه الجزء الرابع كان احلى. ياه بجد للدرجه دي؟ علشان يمكن انا كنت في حاجات منتظرها في الفيلم ده وخابت توقعاتي يعني بصراحه. يعني انا الاول الثاني الثالث بصراحه والرابع انا يعني بجد دمعت فيهم او اتاثرت فيهم. الخامس بحاول اتاثر مش عارف. يمكن بس اتأثرت في حاجة معينة، لكن اللي هو بقى لو شفته كمان مرة هتأثر مش الخامس. الأجزاء اللي باقية بتأثر بيها. الجزء ده بالذات
مش التأثير القوي يعني اللي هو يبقى فيه حزن او الكلام ده، فاهم قصدي؟ انا بصراحه ما بحبش الجزء الرابع ده خالص، يعني انا شايفه انه من افشل الافلام اللي اتعملت. هو انا الحاجه الوحيده اللي عجبتني فيه حته فكره ان هو ان اللعبه يعني في كذا حاجه عجبتني في الرابع سريعا كده. حته ان هو يعني زي ما اندي بيحب حد مش شرط، يعني هو كان بيحب وودي مش شرط ان هو بوني تبقى برضه بتحب وودي. صح طبعا. يبقى فيه تفضيلات تانية يعني. وده ما يعيبوش هو في حاجه يعني. دي مش حاجه تخليه لعبه وحشه، زي ما هو كان فاكر ان قيمته كلها بتتمحور في حوالين ان الطفل اللي معاه دلوقتي يكون هو ده لعبته المفضله. لا، هو اتعلم ان ده مش شرط، وممكن اطفال كتير قوي تلعب بيه، ممكن ده اللي يديله قيمته. كل واحد ليه تفضيلات معينه، كل واحد ليه ذوقه، كل واحد ليه دماغه. فدي كانت حاجه كويسه ان هو اتكلم فيها في الجزء الرابع. حتى لعبه من اللعب بتقول لاندي باني ليست اندي، يعني هي مش اندي. مش نفس الشخصيه. طب ونرجع بقى للدوبلاج بقى، لان ده اكيد اهم حاجه دلوقتي في اللي حصل. قبل ما نقول الدوبلاج هقول لك قصه تقييمي كام من 10 للفيلم ده. اوكي. انا بصراحه اديله يعني ممكن 7 من 10. 7 من 10 تبقى كرامته. 7 من 10 بالدبلاج ولا 7 من 10 كفيلم؟ لا 7 من 10 بالدبلجه. ومن غير الدبلجه كام؟ 4؟ يعني انا بقول تقييمي العام للفيلم نفسه، اصل انا ما شفتوش مترجم، فانا ماشي. يعني صح، انا وجهة استمتعت بيه نظر. عشان مدبلج. طيب يلا نتنقل بقى للدوبلاج ومن غير حرق. طبعا اول سؤال الناس عايزه تساله، رحمه احمد ايه بقى النظام؟ طيب بالنسبه لرحمه احمد، هو انا اتمنى بس ان كل الناس يبقوا عارفين ان ليلي هي اللي عاملاها رحمه احمد عشان حاجه واحده. في افيه من اللي قالته رحمه احمد في تاريخها هيتقال في الفيلم، طبعا مش هقول هو الافيه. اكيد ودوني الورشه. مش هقول برضه. هي برضه في اشغال شقه قالت انا عامله عليك، وقالت في افلام تانية حاجات معينه برضه مش هحرق. ماشي. طيب يعني هي كأداء كان ايه؟ يعني أداءها كان كويس؟ لا جامدة. لا كويس. شاطرة جدا جدا صراحة. حلو. بس زي ما قلت لك ليلي باد ما كانش ظهورها كتير قوي في الفيلم يعني. طيب وبالنسبة بقى للأصوات التانية، بدون يعني ما أكيد احترامنا لكل الناس اللي بتأدي الأصوات، إن هم تعبوا في الأول في الآخر، ده شغل ليهم برضو، مش يعني لازم نشكرهم ونقدر مجهودهم وتعبهم. فأنت مين أكتر حد أداءه عجبك في الأفلام، في الفيلم قصدي، في الدوبلاج يعني؟ يعني لو هنتكلم بص ممكن نقسم ده لقسمين، قسم للناس الرئيسيين وقسم للناس اللي هم الجانبيين. ماشي. الرئيسيين انا انبهرت بضياء بصراحه. ليه؟ عشان احنا شفنا في التريلر في باظ كتير. طبعا في اللي هيشوفوا في الفيلم هيعرفوا ايه حكايتهم. بس فكره ان هو كباظ كل باظ يعني بيأديه ضياء عبد الخالق. فانا اتبسطت يعني وانا بسمعه بصراحه في الفيلم. فده يمكن اديله رقم 1 ضياء عبد الخالق. واللي بعده ده في اللي هم في الرئيسيين يعني. وطارق اسماعيل. استاذ طارق اسماعيل طبعا. يعني طبعا رحمه احمد طبعا يعني برضو تحفه يعني، بس انا بتكلم على الناس اللي انا متعود عليهم يعني. وبرضو طارق اسماعيل بصراحه كدور وودي عجبني جدا في الفيلم. جيسي غصب عني انا يعني هي ما اثرتش بصراحه اللي هي. طب انا عندي سؤال، ولا عامل دور جيسي فعلا زينب مبارك ولا حد تاني؟ زينب مبارك في الاعلان، لكن في الفيلم نورهان حافظ اللي عملت الدور. اصل الصوت كان صعب قوي بصراحه ومش لايق خالص على في الاعلان، ما كانش ظريف يعني. فانا ما يعني طبعا انا بحب صوت استاذ زينب مبارك جدا، بس الصوت باين فيه ان هو يعني ما فيهوش الحماسه دي يعني، فاهمني؟ لا كنت تحس انه كبير على كبير طبعا في السن. ايوه. لا هو في الفيلم يعني ممكن اقول نورهان لايق عليها علشان الفيلم فيه حزن كتير يعني. جيسي بتشوفيها وهي حزينه كتير. مش اللي هي الحماس الكتير، مش الحماس اللي زي الجزء الثاني بقى والهايبره وكده. وعلى سيره الجزء الثاني يعني اللي مش فاكر الجزء الثاني يحاول يفتكره كويس، عشان الجزء الثاني على وجه التحديد في حاجات اتقالت فيه يعني الفلاش باكس بتاعت فلاش باك والسيناريو كمان. في بعض الكلمات في السيناريو اتقالت في الجزء الثاني هتتقال في الجزء الخامس. يعني هم كانوا مراعين الريكورات فعلا مظبوط ولا ما كانش فيه؟ لا بالظبط. حتى اختيار الاسماء كان جبار بصراحه. اسامي تضحك. انا ما اعرفش غير زكي بانس ده بس. ما اعرفش حاجه تانية غير في حاجه تانية اتقالت يعني. لو تحب اقول لك بس يعني. لا مش هنا بقى. مش هنا بقى مش هنحرق. الاسامي حلو. ده بالنسبه للي هم الابطال الرئيسيين. بالنسبه للشخصيات الجانبيه
في اصوات انا عجبتني بصراحه، اللي انا انبهرت بيها اللي عامله دور تراكسي اللي مم. هي الديناصوره. ايوه طبعا يعني هي ليها لقطه كده في الفيلم، اللي شافوا الفيلم هيفهموا انا قصدي ايه. ضحكتنا كلنا، الصاله كانت عماله تقلب ضحك حرفيا. يعني فعلا نقطة إيجابية، كان في ناس بتضحك، يعني كنتوا بتضحكوا وانتوا لا بتتفرجوا. ده احنا كنا بنضحك وحتى الافيه اللي اتقال بتاع رحمه احنا قعدنا نضحك. طب قعدنا حلو نضحك جدا، بصراحه. حلو جدا. لا وكمان الكتابه كمان بتاع الدكتور عمرو حسني، انا بقول عليه دكتور بصراحه عشان هو فاهم هو بيكتب ايه ايوه بصراحه. فهمتك، حرفيا ايوه. حرفيا والله هو انا بذل حقيقي مجهود كبير جدا جدا في الكتابة، جدا لأن هو جدا. كان عنده أمل كبير إن يحيى الفخراني هو اللي كان هيأدي دور وودي، فكان يعني حاطط مجهود كبير جدا في الكتابة، ده اللي أنا عرفته يعني. بس ابدع. ما شاء الله. بس هو ابدع حرفيا ده هو. وفي نفس الوقت يعني الحاجات اللي كان بيقولها محمد بخصوص الاجندات والحاجات دي، مم. بصي هو يعني الاطفال مش هياخدوا بالهم اصلا. تمام. يعني زي ما قال على فيلم ليو، يعني صح، ما كان عمال يقول فيلم ليو مليان ليه انا ما حسيتش ان في ما حاجه انا بصراحه. بقول له كده، انا ما شفتش خالص ان ليو فيه انا ما اي حاجه حسيتش. غريبه يعني. هي بس اللي بيركز في التفاصيل، الحيطان، الشبابيك اللي مش عارف ايه دي ممكن اوكي، رموز يعني مرميه لكن مش في رموز. الكلام. الفيلم بصي الفيلم برضو في حاجات يعني بيرقعها شويه، بس الدبلجه طبعا دي عبقريه دكتور عمرو حسني. امم ان هو دراها على سبيل حلو. المثال أيوة. لما بوني استخدمت خيالها وعملت الفرح بتاع فوركي ونايف دي. لما كانت بتقول مين اللي سمم، المفروض في النسخه المترجمه اللي هي الاشبينه اي اللي هي فجايبين ريكس لابس واحده، فده غلط. يعني فكانت تجيب اي عروسه انثى تخليها لعبه. فهمتك. بس في الدبلجه بتقول مين اللي سمم صاحب العروسه، مش صاحبه العروسه. اوكي. صاحب العروسه. الحته دي الصراحه انا كنت زمان يعني في الافلام القديمه كنت يعني بقدر جدا اللي يكتب حاجه ويظبطها على المجتمع عندنا، واكبر مثال طبعا مثلا فيلم هرقل. يعني هرقل كان فيلم تريكي قوي ان حد يكتبه بدون ما يظهر اي ميثولوجيا او اي حاجه دينيه او كده، اتكتب بشكل عبقري فوق الوصف يعني. ده حقيقي. ولعلمك وانا صغير انا ما كنتش فاهم الموضوع خالص. ده، لما فهمت لما كبرت فهمت قدرته اكتر بكتير. بصراحه. تمام. واختيار الاسامي يعني بصراحه الاسامي دي لوحدها بتضحك. حلو. بتضحك حرفيا. انا برضو ده اللي كان عاجبني في سندس بصراحه، يعني في سندس وعالم كندس كان اختيار الاسماء جميل جدا برضو يعني، فدي حاجه كويسه. انا مش عارف دكتور عمرو هو برضو اللي كتب الترجمه، لا تقريبا مش هو. لا مش هو، لا. بس في حكايه لعبه بصراحه يعني اللي ما اتفرجش على النسخه المدبلجه فايته كتير يعني. اللي بيختار مترجم بجد ده يعني، الا بقى لو هو بيحب من الاول مترجم، بس اللي مش بيتفرج على مدبلج فايته كتير حرفيا يعني. طيب حلو، يعني في المجمل هي تجربه كويسه وتجربه حلوه، يعني الواحد لو عايز فعلا يستمتع ويخرج خروجه مختلفه وكده يروح يتفرج على الفيلم. انا اتبسطت فيه. بس يعني برضو بنصح اي حد بيتفرج على الفيلم لو هو من النوع اللي بيحب يستنى شويه بعد اللي هي الكريدت لما بتطلع، لما الفيلم بيخلص في مشهد اضافي كده هو مش مؤثر قوي يعني، بس يعني لو حابب يعني يشوف حاجه اضافيه يعني فهمت. مش هياخد وقت يعني. خلاص. بس هو كمجمل انا اتبسطت بالفيلم يعني. بس هو انا كنت في حاجات متوقعه او كنت منتظرها من الفيلم ما لقيتهاش. بس ده ما يمنعش انه بيضحك، ويعني الكوميديا عاليه فيه. كقصه مش وحشه. بس يعني انا قلت لنفسي المفروض ما يتقالش عليه توي ستوري 5، ده ممكن يتقال عليه توي ستوري وبعدين نحط تايتل كده تحتيه مثلا بدايه جديده او مش عارف ايه، فاهم قصدي؟ لكن ما نربطهوش بالافلام اللي فاتت. ايوه بصراحه، لان انا شايف لحد دلوقتي هو انتهى مع الجزء الثالث. كلنا شايفين كده. تمام. محمد شعبان بيسألك الفيلم كان فيه اغاني ولا لا؟ للاسف ما كانش فيها اغاني بالعربي، هو بس اغنيه واحده بتاع تايلور سويفت اللي هي في نهايه الفيلم، اللي اي نو ات حاجه تقريبا. ما اتعملتش يعني مدبلجه، ما اتعملهاش دبلجه؟ لا للاسف ما اتعملهاش دبلجه. اوكي تمام. طبعا يا جماعه الكومنتس والله العظيم هحاول على قد ما اقدر اقراها بعد ما اخلص، لان انا ما كنتش عارفه قوي اجاري الكومنتس وانا بكلم اسلام، بس لو في اي حاجه هنقراها وكمان هقراها بعد ما اخلص الحلقه زي ما انتم عارفين. طبعا الناس كلها بتشتم بوني وتقول كنت سبتيه ودي الاندي وخدته وهي ما تستحقوش يعني. وامنيه بتقول انا حبيت البنت التانية اللي في الفيلم معاها. اوكي. وايه تاني؟
ماشي. وعمر احمد بيقول لك اسلام كان عامل مجهود كبير جدا علشان اليوم ده يكون مميز في ذاكره كل اللي حضر، وكمان اللي حضر كل اللي حضروا كانوا في قمه الرقي والذوق، وكانت اشبه بتجربه عائليه رغم انها اول تجربه. وشكرا جزيلا. شكرا يا عمر على الكومنت الجميل ده بصراحه. اوكي. ونغم بتقول نغم ثانيه، نغم الكومنت بتاعك تاه. جيسي وباني هم اللي ظهروا اكتر من الشخصيات الجديدة. ماشي. اوكي بقى. الكومنتس بصراحة عمالة تطلع فوق وانا مش عارفة اجيبها، فانا هحاول ان شاء الله على قد ما اقدر اقراها بعد ما نخلص علشان ما نضيعش برضو الوقت. هي صحيح جيسي فعلا، يعني فعلا كان ظهورها كبير قوي اكتر من وودي، لدرجه ان كل ما يعني يرجعوا للمشهد اللي فيه وودي انا بحس انه وحشني حرفيا، سبحان من كتر ما الله هو بجد. كل شويه مش مركزين مركزين على عليها. نغم بتقول الفيلم ذات نفسه ما فيهوش في الاخر بس اللي جابوا اغنية تايلر. هي بتجاوب على السؤال بتاع الاغاني. والسيد بيقول كثيرون حول انا الصديق وقليلون حول ساعة محبتني بصوت رولا زكي. اوكي طيب. شكرا يا اسلام بجد على كل حاجة حصلت النهاردة، وانا مستنية الصور ومستنية التذكار بتاعنا كمان بأي طريقة نتصرف واخده. يوصل. حاضر ان شاء الله باذن الله، ان ربنا اراد وتيجي معانا ان شاء الله في اللقاء اللي جاي باذن الله. هبقى ابعتها لك، واتمنى فعلا يعني التجربه دي نكررها تاني، عشان انا بجد اتبسطت، واتمنى كله يكون اتبسط يعني بالتجربه الحلوه لا، والعدد باذن الله المره الجايه كمان يكون اكبر ان شاء الله. اتمنى يعني، وبفضل الله بفضل الله. اللي ما يعرفش برضو يبقى عارف يعني، انا العدد وصل ل 21 واحد. حلو جدا. حضر الفيلم 21 واحد. دي انا كنت متوقع بجد زي ما بقول لك كده 4 اللي هيحضروا وانا منهم، او 6 اللي هيحضروا. طب سبحان الله، يعني الحمد لله احسن بكتير يعني من التوقعات. ايوه انا اتبسطت بصراحه، يعني حسيت ان احنا عدد كده جاي كده مع بعضينا، حتى واحنا برضو ما نعرفش بعض. بس برضو يعني عارفه لما يبقى في كومن ما بيننا حاجه كده. ايوه وتوي ستوري وكده. ايوه، ده احساس الراديو عموما. حتى لو انت مش عارف حد، بس في حاجه مجمعاكوا يعني. وتعرفت على ناس محترمه جدا بصراحه، يعني انا مبسوط ان انا عرفت يوسف. عمر انا عارفه، يوسف ومحمود ومحمد ومازن، عشان برضو ما انساش برضو ناس يعني بجد ناس محترمه حرفيا يعني. ان شاء الله يكونوا بيسمعونا وتوصل لهم التحيه دي، واكيد منوريني في الراديو. اتمنى ما تبقاش اخر مره تسمعوا معانا اللايف، هتتبسطوا جدا زي ما اتجمعتوا في السينما. احنا هنا بنتجمع برضو كل اسبوع، فان شاء الله ما تبقاش اخر تجربه. وميرسي جدا يا اسلام على المداخله دي، وانك اتكلمت عن الفيلم بكل تفاصيله. ما اعتقدش ان في اي حد هيكون عمل ريفيو عن الفيلم او لحق يعمل ريفيو عن الفيلم المدبلج بالعربي، فدي حاجه حصريه كده للراديو وللجروب. فشكرا جدا يعني انك كنت معانا النهارده. اشكرك، شكرا على الاستضافه. على ايه يا اسلام، شكرا. يلا كمل معانا الحلقه بقى عشان تشوف الاقتباسات صعبه قوي المره دي. خلاص ماشي. مع السلامه. مع السلامه.